الفيديو بتاعنا جميل ومميز، وهي ازاي تفرزي الخضرة بتاعتك وتفضل تحتفظ باللون بتاعها كده اخضر في الفريزر. ولو عندك خضرة مش محتاجاها ومش مش عايزاها في الوقت الحالي بدل ما تبوظ، ممكن تفرزيها في الفريزر بتاعك وتحتفظي بيها لوقت الاستخدام. طبعا الخضرة دلوقتي رخيصة وكويسة، سعرها كويس جدا. يعني ممكن تجيبي كمية وتعمليها يعني ب5 جنيه، ممكن تفرزلك وتملالك الدنيا. كزبرة وشبت وممكن بقدونس. انا عندي كزبرة والشبت فرزتهم كده عشان ممكن احتاج للكزبرة السمك كزبرة وللقلقاس، وهنا ممكن احتاج للمحاشي بتاعتي شبت والكزبرة برضو. فرزتهم بطريقة سهلة جدا جدا. في الأول طبعا هنسمع الأول الفيديو كل خطوة ازاي عشان تحفظي الخضرة بتاعتك ما تتبهدلش أو ما تكونش جواها ميكروبات. في الأول طبعا غسلت الخضرة كويس جدا وصفيتها ونشفتها، وهنشوف في الفيديو طبعا كل الخطوات اللي احنا عملناها. بس قبل ما نشوف الفيديو يا ريت حبايبي اللي بيشوف القناة أول مرة اشتركوا في القناة، وطبعا يفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد. واللايك الجميل منكم اللي بينشر الفيديو على اليوتيوب. شيروا كده الفيديوهات يعني نجحوا القناة بتاعتي اكتر من هي ناجحة كمان وكمان. يلا بينا نشوف الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة الفيديو بتاعنا جميل ومميز. طبعا شايفين الخضرة شكلها عامل ازاي. الخضرة دلوقتي سعرها رخيص وحلوة جدا وتتخزن. انا عندي كمية خضرة كبيرة، شبت وكزبرة. طبعا هعمل هفرز الكزبرة لوحديها والشبت لوحديه، لان ممكن ان انا استخدم الكزبرة لوحديها في القلقاس مثلا، واستخدم الشبت في المحشي والكزبرة برضو. يعني ممكن اعمل ميكس من ده ومن ده للمحاشي، واعمل الكزبرة شوية من الكزبرة كده لوحديهم عشان القلقاس، وعشان لو احتجتها كده لوحديها كزبرية السمك برضو بتبقى جميلة. طبعا هبدأ ان انا اجيب البلانشة بتاعتي وابدأ ان انا اقطع اهو البلانشة كده، وهبدأ ان انا اقطعها صغير صغير ونشوف هنعمل ايه. ادي بعد ما قطعته حبايبي هبتدي بقى ان انا احطه في اكياس، احط كمية على حسب ما انا عايزة. وهقطع برضو لسه الشبت هنا هقطعه. يعني انا قطعت الكزبرة وقطعت كمان اهو، قطعت الكمية بتاع الكزبرة كلها وحطيتها في الكيس بالشكل ده. احط دول برضو في كيس واقطع الشبت وارجع لكم. وده حبايبي الشبت قطعته صغير بالشكل ده، هبدأ ان انا احطه في الاكياس ونشوف الطريقة الصح لحفظه. ده حبايبي الكزبرة الخضراء، طبعا انا حطهم في كيسين كده متوسطين عشان استخدم منهم للمحاشي، واستخدم منهم اذا كان لكزبرية السمك او للقلقاس. وطبعا ادي الشبت انا حطيته في كيس كامل لوحديه عشان اعرف افرقه في التلاجة، انه ممكن تيجي تطلعيه مع انه يعني سهل ان انت تفرقيه. شايفه باين ان هو كزبره ودي باينه ان هي شبت. هبدأ بقى ان انا اعمل ايه، افرغ كل الهواء اللي في الاكياس بتاعتي. وطبعا الخضرة مغسولة ومتنشفة، يعني ناشفة، غسلتها من بالليل كده وسبتها في المصفى تتصفى ونشفت خالص من المية عشان المية ما تكونش حبيبات من التلج وتبوظ الخضرة بتاعتي. طبعا هطلع، شايفين بالشكل ده، هبدأ ان انا احط الكيس كده وهطلع كل الهواء اللي فيه. في طريقتين، يا اما تعملي الكيس كده اهو وترتبيهم كده على بعض في الفريزر اهو كده الهواء طالع منه، يا اما تربطيه اهو بالشكل ده كده، تطلعي الهواء منه وتربطيه. وممكن اهو تبططيه برضو عشان ترصيه في الفريزر. وده اهو ربطت الكيس بتاع الشبت بتاعي. طبعا لما تيجي تطلعي الخضره بتاعتك تعملي ايه، يا دوب تطلعها من الفريزر تكسري كده حته منها، يعني هي تبقى سهله الكسر لما تبقى عامله كده، وتستخدميها على طول. هتبقى جميله ولونها هيفضل زي ما هو. يا ريت تعجبكم الطريقه، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، مع السلامه.